البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنقدم لكم واحد الطويجين كيجي لذيذ بلا صوص ديال المطيشه والكفته، كيطيب في 10 ديال الدقائق. انا اكيد غتجربوه غادي يعجبكم. انا درت 2 مطيشات حكيتهم ودرت عليهم ضريس ديال الثومه وشويه القزبر ومعدنوس، ودرت عليهم واحد الرويس ديال الفلفله حاره كانت عندي، ومطيشه كنخليها بالزريعه ديالها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. درت ربع كاس مخلط فيه زيت العود، زيت البلديه وزيت الروميه. بالنسبه للتوابل درت شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه السكينجبير وشويه ديال الخرقوم بلدي وشويه التحميره وشويه الكمون كنديروهم. لا المهم الاقامه ديال الحوت، التوابل يعني ديال الحوت. ندير واحد شويه ديال الماء، ندير التوابل اللي بقات لاصقه وغادي نديرها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحركهم واحد شويه ونخليهم لمده 5 ديال الدقائق تبدا تغلي مزيان، يغلي الطاجين ديالنا، وغنزيد عليه الكفته وغادي تشوفوا في 10 دقائق غادي يطيب وغنطفيو عليه. كيجي لذيذ. الا كنتي مزروبه ولا كنتي جايه من الخدمه على غفله كديريه كيجي غزال. شوفوا معايا ها هو لاصوص ديالنا بدا كيغلي. كنديروا عليه الكفته بهذا الشكل هذا. اي كفته كانت عندكم تلادان، انا استعملت هنا كفته ديال البقري اللي كانت عندي ديال اللحم. صافي ونخليو ما كنزيدو لا ما لا حتى شي حاجه، كنخليو هاد الكفته هادي تشرب هذيك لاصوص وغنعاود نوريكم. بقاو معايا ها هي لاصوص ديالنا نشفات. غادي ناخذ البيض تخويه بهذا الشكل هذا، كتشوفوا معايا باش ما يتخسرش لينا الشكل ديالو. غير نجرب بحال هكا. كما كتشوفوا معانا غادي ناخذ شويه ديال القزبر ومعدنوس وغادي نغطيو الطاجين ديالنا ونطلقوه من بعد ما يطيب. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيجي لذيذ وبنين. انا عندي شويه الموتزاريلا حكيتها من الفوق، كنتمنى تجربوه وغادي يعجبكم بزاف بالنسبه للبنات المبتدئات، وتاكلوه بالصحه والراحه ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا معايا في قناه شهيوات فاطمه الزهراء البطيئه. الى اللقاء.